السلام عليكم. النهاردة غدانا هيكون رز مبهر مع الفراخ. أنا بحب الأكلة دي جدا لأنها من الأكلات اللي بتخلص كلها في حلة واحدة. يلا نبدأ فيها مع بعض. بسم الله. أول حاجة هنختار الحلة اللي تكون مناسبة إن نعمل فيها الفراخ بتاعتنا حسب عدد الأسرة. يعني لو عدد أسرة زي أسرتي 5 أفراد هنحاول نجيب حلة مقاس 28 عشان الفراخ تستوي فيها مظبوط. في الأول هنحط 3 معالق بصل مفروم مع زيت، وبعدين هنحط عليه التوابل دي 3 ورقات لورا وعود قرفة و2 لومي أو الليمون الأسود و4 فصوص حبهان. هنبدأ نقلبهم في الزيت لحد لما البصل لونه يصفر، وهتبدأ تشمي ريحة التوابل الصحيحة اللي حطيناها. وعلى ما الرز يصفر خليني أعرفك أكتر عليا. أنا نسمة وعندي 3 أولاد، وكنت مغتربة فترة كبيرة من عمري، وكنت بتمنى في أول جوازي إن حد يكون واقف معايا في المطبخ ويعرفني إزاي الطبخات البسيطة بتتعمل. وبعدين هننزل بالفرخة بتاعتنا سواء كانت فرخة صحيحة كاملة على بعضها أو متقطعة. أنا الفرخة بتاعتي كانت متقطعة لكن كنت لسه مخرجاها من الفريزر، فحطيتها وهي مفيش مشكلة هيتحط عليها المية وهتفك. هو احنا دلوقتي بنحاول نديها صدمة كده في الزيت مع البصل مع التوابل، ده بيديها نكهة لذيذة جدا قبل ما تحطي عليها المية وتخليها تستوي. بنبدأ نقلبها، بس أنا كان التقليب بالنسبة لي صعب شوية علشان كانت لسه ما فكتش قوي. شوحتها شوية وبعدين هنزل عليها بمعلقة كبيرة من بهارات الكبسة، وبعدين اديتها تقليبة برضو ونزلت عليها بالمية المغلية. نحاول انها تغطي الفراخ، هي الفراخ عشان متجمدة ببعض ماسكة ببعضها باين انها مش متغطية، لكن مجرد ما هم هيسيبوا بعض اجزاء الفراخ هتبقى المية مغطية قطع الفراخ كلها. كمان نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الملح. هغطي عليها ومجرد ما تغلي شوية المية هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها على نار متوسطة. وبعدين بعد حوالي ساعة الا ربع ابدأ اجس الفراخ بتاعتي، لو لقيتها خلاص استوت هطلعها بقى في صينية. وهيجي هنا دور تركاية بسيطة بس بتفرق جدا جدا في طعم الرز بتاعنا. بس الأول خليني أقولك، لو أول مرة تشتري رز بسمتي أو ما عندكيش خبرة في شراء الرز البسمتي، يفضل إنك تشتري الرز اللي حبته طويلة. بيبقى فيه رز مكتوب عليه بسمتي بس بيبقى شبه الرز المصري، أطول من الرز المصري شوية بس شبهه مكلبص كده. ده بيكون مش حلو قوي في الطعم، فكل ما كانت حباية الرز بتاعتك طويلة ورفيعة كل ما كان جودتها وطعمها بيكون أحسن. التركية بقى اللي بقولك عليها هي إنك هيفضل تحطي معلقتين صلصة كبيرة، بتدي نكهة مختلفة للرز بتاعك، يعني بتحسي ان في حاجة كده انت مش لمساها ايه هي، بس بتفرق جدا في الطعم. كمان حطيت معلقتين كبار من الزبيب. هنا احنا 5 افراد، استخدمت نص كيلو بس من الرز البسمتي، لان الرز البسمتي بيرمي على فكرة كتير. يعني هتبصي كده للنص كيلو تحسيه حبة صغيرة، لكن بيكون فعلا الكمية ما شاء الله زي ما انت شايفة كده في الحلة. بالنسبة للمية بنكتر المية عقلة صباع واحدة بس عن الرز. مجرد ما يشرب ميته زي ما شفنا هننقله على نار هادية، وحاولي لما يستوي ما تفرغيش على طول، اصبري عليه شوية يهدى. والفراخ دهنتها بمعلقة صلصة ودخلتها تحت الشواية. اتمنى تجربوها وتعجبكم، وفي قناتي هتلاقي كل الوصفات اللي تساعدك لو اول مرة تدخلي المطبخ.